هاي، ازيكم عاملين ايه؟ بما ان انا بقالي فتره بتكلم على ماده البي اس اتش اي او الاس ار اي، خليني اوريكم. اول حاجه لازم تبقوا عارفينها ان اخر 3-4 ايام في المدرسه بيدوكوا شغل الاطفال، شغل ولادكم كله طول السنه، وبتقدروا بقى تشوفوا هما المهارات بتاعتهم وهم عملوا ايه، والاكتيفيتي كانت ايه، والتوبيك كان ايه، الساينس خدوا فيه ايه، والماث وهكذا. دلوقتي انا معايا شغل ابني، مش عارفه انتوا عارفين تقروا لا، العلوم، التاريخ، جغرافيا، الدين، والبي اس اتش اي. الترم الاول الترم التاني خلاص. طبعا انا من الصبح كنت عملت تشيك عليهم عشان اقدر اشوف هل اللي هما بعتوهولي على الدوجو كلاس هو نفس اللي شرحوه ولا لا. لقيت حاجات زيادة طبعا واحلى بكتير. خليني الاول اقول لكم هما خدوا ايه، وهوريكم برضو صفحة صفحة عشان الناس تبقى مطمنة وفاهمة. طبعا انا بتكلم معاكم كبيرنت مش كمدرسة، ولكن السبب الرئيسي اصلا اللي خلاني ادرس التي اي هو ان انا عايز اخش جوه المدرسة وافهم هما بيقولوا ايه لابني. انا مدرستش هنا، فحبيت اعرف ابني لما يدرس هنا هيتقال له ايه وهيسمع ايه وايه اللي ممكن ديسكاس مع المدرسين عليه. كنت قبل كده عملت اوورد ليفل 3 عشان ابقى انستراكتور في الكوليدج، بس ده برضو ما ساعدنيش افهم جوه المدرسه ايه اللي بيحصل، وده اللي خلاني ادرس الدبلومه من سنه. عشان ما اتكلمش كتير خليني اوريكم المنهج بتاع يير 2. وقبل ما اوريكم المنهج بتاع يير 2 عايزه اقول لكم في يير 1 انا فاكره المنهج كويس، لان انا برضو اول ما بيجي لي الشغل بتاع كل سنه لابني بقعد افتح ماده ماده واشوفه في كل المواد تطوراته كانت ايه من اول السنه لنهايه السنه. السنه اللي فاتت ادولهم حاجات كتير قوي وكانت مهمه وكنا بنتناقش فيها كتير. اول حاجه كانت، هعمل فيديو تاني استنوا. في يير 1 كان البرايفسي، وبعدين اتكلموا على البرايفت بارتس اساميها ايه. انا فاكره كويس قوي ان هو جه قال لي ماما مش اسمه كذا زي ما بنقول في البيت، اسمه كذا، اسمه برايفت بارتس بالانجلش، وفهمني وتكلمنا وقلت له انا مش عارفه اسامي يعني عشان برضو اعرف بيتقال له ايه، فبيفهموهم اجزاء الجسم اسمها ايه بالانجلش عشان لو حصل له تحرش او حصل اي حاجه الطفل يقدر يعبر عن نفسه. وعرفوهم كمان ان في ابلكيشنز ما ينفعش الاطفال تخشها، شبه اليوتيوب والتيك توك والحاجات دي، ولازم يكونوا مع ادولت. وفهموهم ان في افلام وفي مسلسلات بتبقى رعب او بتبقى بلس 18 بيبقى فيها مناظر مش كويسه، فده مش مسموح لك تشوفها في السن ده. وده بدات انا كمان اتكلم في حلال وحرام من السن ده، من اول ما جه بدا يتكلم معايا في النقط دي. كان ده في يير 1. خلينا بقى نعرف يير 2 بيكلموه في ايه. انا هوريكم عشان تبقوا مصدقين يعني. طبعا انا هداري الصور بتاعه الكلاس عشان مش مسموح تداول صور الاطفال في المدرسه. دلوقتي تقريبا دي اول حصه في يير 2 خلاص. اتكلموا على التشابهات والاختلافات في الشخصيات، وبعدين عملوا لهم اكتيفيتي ان كل واحد يتكلم مع زميله او زميلته في الفصل ويتكلموا 3 حاجات متشابهه في شخصيتنا و3 حاجات مختلفه، انماط الشخصيات وانواعها. الجزء التاني حكوا قصة وايه الحاجات اللي نقدر نعملها والحاجات اللي منقدرش نعملها. طبعا زي ما انتم شايفين في البلان او في الخطة هدفهم الاساسي ايه وعايزين ايه، والامباكت بتاع الاطفال في الهيلث اند ويل بينج living in the wider world relationship. دي الكي كونسبت او الكي فاكتورز بتاعت الاطفال. خلاص بيشرحوا لك هنا كل حاجة. مثلا في الحصة ديت هم شرحوا لهم انواع الوظائف وايه اللي الشغل محتاجه، ازاي نطور نفسنا. طبعا الاكتيفيتي كانت ان كل واحد يعني الاكتيفيتي بتبقى مختلفه من مدرسه لمدرسه من فصل لفصل وكده، بس هم طلبوا ان هم يعني يكتبوا سيكريت جوب ويبقى فيه كلوز، او يقولوا مثلا الوظيفه دي كذا فيها كذا فيها كذا، وبعدين يتناقشوا عن وظائف الاهالي بيشتغلوا ايه. ده الاسبوع اللي بعده شرحوا كلمه responsibility ومعناها ايه، وقروا كتاب وتناقشوا في كلمة responsibility ومعناها ايه. ده لسون تاني عن المشاعر وازاي يعرفوا كلمة feel good feel bad feel unwell. كلموا في موضوع الاموشنز والمشاعر، ودي حاجة مهمة جدا في السن ده نتناقشوا فيها. هنا الدرس كان ايه الفرق بين الكايندنس والانكايندنس، وبدأوا يكلموهم في البولينج والتنمر.
طبعا بحاول اختصر، بس انا بصور الصفحة عشان تقدروا برضو تقروا انتوا تاخدوا وقتكم. هنا اتكلموا على حاجة مهمة اسمها سايبر بولينج، لما تستخدموا الانترنت او العاب شبه مثلا روبلوكس او العاب كتير بيبقى فيها شات. امتى اعرف ان انا بتعرض لبولينج او سايبر بولينج؟ لما حد يكون بيشتمني او حد بيتكلم معايا بطريقة غير لائقة، فانا بضطر اعمل بلوك. وايه الناس اللي ممكن او ايه الفايلات او ايه الحاجات اللي ممكن اعملها سيف، وامتى اتكلم وامتى اطلع. فده درس مهم جدا خصوصا للاجيال في السن ده، ازاي يحموا نفسهم وهم على شاشات الانترنت او على شاشات اللابتوب او التابلت او ايباد whatever هم بيلعبوا او بيستخدموا ايه. هنا بيتكلموا عن الفريندشيب، تكوين الصداقات. والقصة كانت عبارة عن في شخصية اسمها هارلود بيحب أصحابه يعملوه ازاي وبيكره ايه، يعني عن البيهيفير وعن الريسبكتنج. يعني الليسون ده برضو مهم قوي، ازاي نفرق ما بين احتياجاتنا والحاجات اللي احنا عايزينها، ازاي نصرف فلوسنا، ازاي ان نقرر ايه الحاجات البريوريتي عندنا اللي we needed، اللي احنا يعني to survive you needed، وايه الحاجات اللي you wanted. ودي حاجة مهمة قوي في الأطفال في السن ده يعرفوه. عشان كده مش بنلاقي أطفال كتير بتقعد تزن أو يعني يعيطوا على حاجة عايزينها. لو احنا بقى عرفنا ان هما بيدرسوا الكلام ده في المدرسة هنشتغل على نفس الوتيرة، انت you need it or you want it. يعني احنا ممكن نستخدم the same language. كده الترم الاول خلص. الترم التاني بقى السكند هاف بقى قالوا ايه، نتكلمهم على الاي سي تي، استخدام اللابتوب والتليفون ازاي يحموا نفسهم، ايه المواقع اللي نقدر نستخدمها وايه المواقع لا، الاكسس اصلا بتاع الكمبيوتر عشان نخش على العالم الفيرشوال، العالم التاني اسمه ايه، اسمه انترنت. وازاي الانترنت اتكون وبنستخدمه في ايه، وازاي الانترنت ممكن يكون ليه مساوئ وسلبيات وايجابيات وهكذا. واعتقد ان ده مهم قوي ان انا اكلم الطفل مبدئيا، لان بعدين هيمسك التليفون ممكن اكون مشغولة عنه شوية، هو يقرر بنفسه انا استخدمه ازاي وفي ايه ومدة قد ايه. ده برضو حاجة مهمة قوي. كانوا بيستخدموا على معلومات عن الانترنت، ازاي اعرف الموقع ده موقع كويس او وحش، ازاي اللينك ده يكون ترو او فيك، الناس اللي بتكلمني هل مسموح ان انا اتكلم مع حد فيديو كول ولا لا. خصوصا في العاب كتير قوي دلوقتي، لو انتوا برضو متابعين في العاب دلوقتي بيبقى فيها مكالمات، فانت مش عارف ابنك بيكلم مين في اللعبة، وفي نفس الوقت مش هتقعد تقول على كل لعبة لا لا لا. فانت محتاج رقابة وإرشاد مع الأطفال، ومحتاج كمان الطفل يكون فاهم أصلا يحافظ على نفسه إزاي، وده مهم جدا وده اللي بيقوله لهم في المدرسة. طبعا في الترم الأول اتكلمنا على responsibility، وانت في السن ده تقدر بقدر ما تعتمد على نفسك في حاجات بسيطة. طيب دلوقتي هل انت تقدر تميز الحاجات الخطر مش من الخطر، السيف والدينجرس؟ طيب دلوقتي قدامك صور وقدامك حاجات، ايه الدينجرس في الصورة دي؟ طبعا هنا في كهرباء قريبة من المية، وهنا برضو في كيبلز وهي بتلعب. وبيبتدي بقى الأطفال يعرفوا ايه الحاجات الخطيرة اللي وانا قاعد اقدر اقرر في المكان ده اذا كان سيف ولا لا. والموضوع بقى ممكن بيتطور شوية على المحيط اللي حواليا، ايه اللي يخليني احس بامان في المكان ده، وايه اللي ايه الهازارد اللي اشوفه اقول لا المكان ده مش امان. طبعا هنا بيكملوا ايه الحاجات الامرجنسي، الفرق ما بين الاكسيدنت وايه الفرق لما اقول ده اكسيدنت ولما اقول ده امرجنسي، اتصل بمين، اعمل ايه. فبرضو ده مهم جدا. في حاجات كتير، يعني احنا مش عايشين في دولة امان اصلا، فبيحصل حوادث كتير وممكن يواجهوا اي حاجة من دي، فبدل ما يرتبكوا يعرفوا يتصرفوا او يبقى عندهم فكرة ايه المفروض يحصل لو لا قدر الله حصل اي حاجة. ده برضو درس مهم عن الايموشنز والمشاعر، وازاي نعبر عن مشاعرنا، وازاي نفهم الناس. لو شفنا واحد زعلان وقاعد اقدر افهم ان الايموشن بتاعه ايه في الوقت ده. ده درس مهم جدا، لان انتوا لو بتتابعوا الاحداث بعد كورونا نسبة الاكتئاب زادت عند الاطفال والقلق، وعشان كده بدأوا يدوا mental health كتير ويل being كتير قوي في المدارس والكوليدج، لان هم لاحظوا ان نسبة الاكتئاب عمالة تزيد وبتوصل لسن صغير، فحطوها برضو مع PSHE، وده جزء مهم قوي بيناقشوه. ده برضو استكمالا للإيموشنز، ازاي ان احنا ممكن نقول حاجة تأثر على مشاعر اللي قدامنا. وقروا كتاب حلو قوي اسمه My Mouth is a Volcano. يعني تقريبا بيدوا الدرس وتطبيق او activity، بيدوا الدرس وقصة وهكذا.
والموضوع مركز اكتر على الويل بينج والشخصيات والعواطف في السن ده، وان هم يتقبلوا ويفهموا مشاعرهم. ودي حاجة برضو مهمة، اعتقد اغلبنا ما بيتكلمش مع عياله في كده اصلا. فاحنا لو عرفنا المدرسة ماشية ازاي نقدر نعمل ده في البيت كمان. يعني احنا نقدر نتكلم بنفس اللغة ونتعامل مع اطفالنا بنفس اللغة، لان ده اصلا في صالحهم. طبعا ده ليسون مهم قوي. نعمل ايه لو شفنا حبوب او اي بيلز في المدرسة او في محيط اصحابنا؟ نصائح طبعا، احنا لو شفنا حاجة زي كده ما نلمسهاش، ما نجربهاش. وعملهم اكتيفيتي ان هم سابلهم في الفصل حبوب في اماكن وشافوا رد فعلهم، عشان يتأكدوا ان اللي هم اتكلموا فيه عن طريق ان ما يلمسوش اي بيلز او يقربوا او كده، يشوفوا الاطفال الرياكشن بتاعهم ايه. وده كان درس مهم قوي، ابني جه كلمني عنه واتناقشنا فيه برضو، فانا حاسه ان ده برضو في صالحهم. ده الدرس الأخير تقريبا أو القبل الأخير، اتكلموا على الفرق ما بين الميل والفيميل في الحيوانات، وادالهم بعض الأمثلة وازاي يفرقوا، وأسامي البرايفت بارتس ايه عند الحيوانات. فأعتقد برضو انه درس لطيف مش وحش برضو. طبعا إلى حد ما كل الحاجات اللي هم بعتوها لي شرحوها وبطريقة كويسة، والاكتيفيتي كانت مناسبة لسنهم والمعلومات مناسبة لسنهم، ومش شايفة فيها اي مشكلة. طيب المشكلة بقى فين اللي قابلتني؟ المشكلة اللي قابلتني ان من اسبوع او من اسبوعين تقريبا كانوا جايبين لهم في المدرسة زائر عن شخصية ملهمة عشان تلهم الاطفال. الزائر ده كان كاتب مشهور، انا مش هقول اسمه، وهو اول واحد كاتب القصص بتاعة المثلية اللي محطوطة في كل الفصول. مغامرة مع باباهاتي، مغامرة مع ماماهاتي. انا بالصدفة شفت الصورة في الاكتيفيتي بتاعت انا للاسف انا مش عندي اي حاجة غير ان انا اتابع ايه اللي بيحصل في المدرسة، ايه اللي بيقولوا. انا دي وظيفتي كأم دلوقتي. فانا بالصدفة شفت الصورة وشفت الكاتب، ودخلت بسرعة اعمل ريسيرش سريع على الكاتب، عرفت ان هو داعم للمثلية اصلا، وهو اول واحد يعمل القصص دي، وكانوا جايبينه على اساس انه شخصية ملهمة وبدأ يكلم الاطفال في حاجات كتير. يعني انا المهم شفت الصورة فاتضايقت بصراحة، بس ما بقتش عارفة اجيبها ازاي. طبعا كلمت ناس عندهم خبرة استشيرهم، هو انا ليا الحق ان انا اتكلم اصلا او اعترض؟ طب نقول ايه؟ طب اعمل ايه؟ طبعا خدت ناس خبرة، مدرسين واساتذة جامعة وساعدوني بجد، وعايزة اشكرهم. شكرا يا اميرة جدا، شكرا يا دكتور نشوى، بجد انتوا ساعدتوني ان انا اصلا اعدي الموقف ده. وخليني اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجة احنا بعتنا ايميل، وبعدين بدأوا ما ردوش عليا، بس المدرسة قالت لي بعت لها الايميل فيما معناه ان انا حابة تستأذنوني الاول او تعرفوني اللي هيحصل مع ابني. جت هي ردت قالت احنا مش هنستأذن من كل البيرنتس ان في فيزيتور جاي يقعد مع الاطفال يكلمهم، وده شخصية ملهمة. بعدين حسيت ان الرد رخم شوية، وانا لا ليها الحق ان انا يعني لا انا مش راضية عن الموقف ده ومش حابة ان ده يحصل. تاني يوم اميرة نصحتني، وهي اصلا سينكو تيتشر وعندها خبرة، فقعدنا كده مع بعض بالليل وقالت لي بصي بقى ان احنا اسمعي من ابنك الاول هو قالوا له ايه وروحي اتكلمي بناء على اللي ابنك حكاهولي. وفعلا لما ريان جه من المدرسة اتكلمت معاه كده، وقال لي طبعا ده الكاتب ده عنده 2 اب، وازاي عنده 2 اب وعمل حاجات كتير، وقعد بقى يحكي لي قصة حياة الكاتب ده والكتب بتاعته. طبعا انا قلت له يا ريان انا شفت الصورة وعرفت ان هو جالكم، بس انت عارف ان ده اصلا مش حلال وده غلط، وفي ناس كتير اصلا بيعملوا كده صح؟ قال لي وبدأنا بقى نتكلم عن حياتنا، وانا لما هكبر هتجوز واحدة ومش عارف ايه. دخلنا في كذا موضوع، بس اتكلمت معه وعرفت هو طبعا لما انا عرفت ان ابني كان مركز وفاهم، وعرفت الغرض من الزيارة ايه، ان عايزين يوضحوا ان المثليين هما كمان شخصيات ملهمة وعبقرية وممكن تقلدوهم، وتفر ان العالم ضدك، بس انت يعني الجو الغريب ده ما علينا. الحمد لله يعني ما حسيتش ان ابني متاثر قوي، غير بس بفكره قصه حياه الكاتب. هو ما تاثرش بالكتب بتاعته، قصه حياته. رحت المدرسه تاني يوم واتكلمت مع السيف كارتنج ليد. احنا لازم برضه نكون عارفين احنا بنكلم مين. خلاص مش هروح مثلا المدرسه بتاعه الفصل او مديره، لا
المفروض اختار شخصيات لها تأثير على المدرسة بتاعة الفصل. فاهمين اقصد ايه؟ رحت طبعا قلت لها شفتي رسالتي، شفتي الايميل؟ قالت لي اه، بس يعني هو انتي معترضة ان هو شاذ؟ فحسيت انه سؤال خبيث جدا يعني. قلت لها لا انا مش معترضة على ده، احنا بنشوفهم دايما. انا اعتراضي، فقلت لها انا اعتراضي على بوينت واحدة، وهي ان في حد من برا المدرسة جه قعد مع ابني من غير ما تستأذنوني، من غير ما تعرفوني، وبدأ يتناقش ويتكلم في افكار وكتب وحاجات مع ابني، وانا مش حابة ده يحصل. انا على الاقل لازم تبلغوني. قالت ده صعب قوي نبلغ كل زيارة للمدرسة بالبيرنتس. قلت لها لا انا حابة ان انتوا تبلغوني عشان احنا عندنا ظروف خاصة، وانا حابة ان انا ابريبير ماي صن الاول، اجهزه الاول، هو هيسمع ايه وهيعرف ايه. ممكن حاجة مش عايز يسمعها، ممكن حاجة مش حاببها. لازم احترم ده في ابني، وارجوكوا تساعدوني ان انا احترم ده في ابني برضو. قالت لي طيب خلاص هنحاول نبلغك. قلت لها لا مش هتحاولوا انتوا، كايندلي يعني لازم تبلغوني، لان انا لازم اتكلم مع ابني في اي حاجه قبل ما انتوا تتناقشوا معاه فيها. وقالت لي الكتب دي موجوده في الفصول. قلت لها انا حابه المدرسين يتكلموا مع ابني احسن ما يبقى زائر انا ما اعرفوش جاي يتكلم مع ابني. قالت لا، بس فضلت بقى ارد وكده. بس طبعا لما سالتني قالت لي انت اعتراضك طبعا هو شاذ صح. فانا لو كنت قلت صح في الوقت ده كان انا عنصريه، يبقى في ريد فلاج ليا ولابني في الملف بتاعه وبيتكتب الاهالي عنصريه. خلي بالكم من النقطه دي. بس انا بقى رديت رد اذكى وقلت لها لا احنا بنشوفهم في كل حته، هما جيراننا وفي الشارع. انا مش مشكلتي ان هو شاذ، هو حر في اختياره، واحنا مش ملزمين نعرف هو بينام مع مين. احنا مش ملزمين نعرف ده، ولا ابني ملزم يعرف ده، مش ملزمين، بس هو حر. قالت لي عندك حق. بس اول ما قالت لي كده بقى بعدها كل ما يعملوا اي حاجه يبعتولي يتصلوا هنعمل كذا، ممكن نعمل كذا، ممكن عايزين يوضحوا لي ان هما بنعمل هو اللي انت طلبتيه. هي الفكره ان احنا لازم بس نبقى واعيين ومفتحين عينينا وشايفين ايه اللي بيحصل. اهو ده الزائر ده جه مش في ماده البي اس اتش اي، الماده اهي زي ما قلت لكم ايه اللي حصل فيه. هو الموضوع اصلا بعيد خالص عن الماده، الموضوع اللي حصل ده. وانتوا بقى هل عارفين كام زائر بيجي او كام حد بيجي يتكلم مع الاطفال اصلا؟ لا صح. يبقى الماده مش المشكله، مش الماده المشكله. المادة ده جزء بيعرفوهم ازاي يندمجوا في الحياة وازاي يحافظوا على نفسهم في ظل الاوبن وورلد اللي احنا فيه، الانترنت واللعب والحاجات دي. تاني حاجة اللي انا عايزة اقولها، هو الموضوع اللي بيحصل في امريكا غير هنا. هما هنا سامحين باجزاء معينة نتكلم فيها، وان ده ليه حريته وده ليه حريته وده ليه حريته، بس مش هنوصل زي اللي بيحصل في امريكا. وحتى يعني لو وصلنا لا قدر الله مثلا، خلينا في الواقع احنا عايشين في دولة أجنبية فيها كده، دي حياتهم. عشان بقى تعترض يبقى انت لازم تبقى فتح عينيك اصلا ايه اللي بيحصل جوه المدرسة. ومفيش على فكرة الناس اللي بيقولوا سحب ومش سحب، ما بيسحبوش العيال في كل احنا هنعمل ويثرو للأطفال وهنسحبهم، ما بيسحبوش الأطفال في كل حاجة. يعني حتى دي انت مش هتعرف تعملها، والمادة إجبارية، وفي يير 4 بيبقى في امتحان عليها. يعني انت كده كده لازم ابنك او بنتك يدرسوا المادة. انا بقى واجبي ايه؟ انا دور الاسرة فين؟ وده الاساس على فكرة في اي مجتمع، الاسرة هي الاساس. اي اجندات بقى معمولة ومؤامرات والتفكير ده كل ده يعني، هي المشكلة يا جماعة ان ده اصلا موجود في الخليج، موجود في الدول العربية، موجود في كل حتة خلاص. انا بقى فكرتي ان احنا يبقى عندنا وعي كأسرة، ان الاسرة يرجع دورها زي زمان، نقرب من بعض، نتكلم، نحكي. احنا اغلب الناس دلوقتي بتقعد على التليفونات 24 ساعة. اركنوا ونطلع طلعة نتكلم فيها مع بعض، نسمع، اعرف ابني وبنتي بقى بيفكروا في ايه. يعني خلي بالكم هم الاطفال اصلا ولادنا او ولاد المهاجرين عندهم صراعات اكبر مننا بكتير، عندهم حاجات ومشاكل اكبر من مشاكلنا بالنسبه لهم. عشان ما اطولش عليكم لان انا برغي كتير، انا حابه بس ان اقول لكم ان الماده ذات نفسها ماده مفيده جدا والله، وهتعلموا حاجات كويسه. وفي نفس الوقت اي توبيك او اي جزء هيحصل في مدارس الاطفال احنا مش راضيين عليه، روحوا اتكلموا وتناقشوا وقولوا انتم معترضين ليه وايه الاسباب بتاعتكم. بس حاولوا بس تبقوا واعيين واذكياء في الرد. وشوفوا المنهج اخر يوم هتلاقوا الاطفال جايه معلش خصصوا كده ربع ساعه وبصوا بصه سريعه الاطفال بتاخد ايه، مش هاخد منكم حاجه.
بدل ما نعترض او نتخانق او واحنا مش فاهمين حاجه. بصوا واعرفوا لو في حاجه انتم معترضين عليها روحوا اتكلموا، انه ما يحصلش في السنه الجايه ده. لو في حاجات عجباكوا انتوا كمان اتكلموا مع ولادكم في نفس الحاجات اللي هم بيدرسوها. على فكره العيال اوبن مايند مش زينا، العيال فاهمين. يعني لما انتوا تتكلموا وتناقشوا معاهم هتنبسطوا جدا، وده الاهم عندي، المناقشه والكلام الهادي. يعني انا الهدف الاساسي الاسره ثم الاسره. يلا باي عشان طولت عليكم قوي، اتمنى يكون الفيديو مفيد. السلام عليكم.